السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي وبناتي المحترمين، ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. ربنا يحبب فيكم كل بص. والله العظيم مش عارفة، يعني مش عارفة أشكركم إزاي. بنت فلسطين حبيبة قلبي، يا رب ما تحرم منك ولا من تعليقاتك اللي انت بتعلقيها. انت تعبانة معايا بصراحة، كل متابعيني أولادي المحترمين ألف ألف شكر. ربنا يا رب يبارك لكم في صحتكم وفي مالكم وفي أولادكم، ولا يجيب لكم حاجة وحشة أبدا بحق جاه النبي. طبعا يا حبايب قلبي ندعي لجميع موتى المسلمين، الله يرحمك يا شهد ويرحم بنتي وجوز بنتي، يجعلهم في الجنة ونعمة، لأنهم شباب يا جماعة، شباب شباب. الله يرحمهم ويسامحهم، يرحم جميع موتى المسلمين ويشفي كل مريض، اللهم اشف كل مريض. ويا رب يصلح حال العباد والبلاد وينصر شعب فلسطين وغزة وجميع الدول العربية يا جماعة، ويجعل مصرنا الحبيبة في سلام وأمان ليوم الدين. صلوا على النبي كده وقول عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أنا بصراحة أنا قرفت من عائلة داوود دي، لأنهم بصراحة عائلة، يعني بصراحة هم بيتاجروا يا جماعة بسمعتهم وبيتاجروا، ولا شغلوا من إن حد بيتكلم عليهم، ولا شغلوا من الناس بتشوفهم، ولا شغلوا من الدول العربية كلها بتشوفهم. هم أهم حاجة عندهم، هم بعد عنكم ما عندهمش مبدأ ولا عندهم محبة لبعض، على كل على بعضها. على فكرة أنا عجبني الفيديو بتاع الأستاذ حسن الهلالي، أقسم بالله بصراحة كلامه جميل. أيوة حسن الهلالي، لما سمعت كده وبيتكلم على موضوع نرمين والخالة حلمية والمواويل دي، هو بيقول هو فعلا هي البنت الظلمة زي ما أنا قلت، بس هي برضو يعني وقعت أمها برضو يعني. أم طارق الست في حالها وشايفة قناتها مش عايزة مشاكل، فهي زي ما تقول يعني فتحت عليها بلعت مجاري بعد عنكم. انا اللي بقول كده وهو رأيه برضه كده، يعني انا سمعت كلام طرطش كلام لان النت اصلا خلصان عندي ما كملتش، لكن هو فعلا يعني هي عملت كده، هي مخنوقة زي ما انا قلت لكم ومتضايقة من اللي بيحصل، بس فتحت عليها عالم ما صدقوا، زي ما يكون لقوا كلاب ولقوا حتة لحمة ولا عضماية ومسكوا فيها. بس هو ده اللي الواحد بيتكلم فيه. لكن هي بصراحة في برضه تعليق مكتوب لي ممكن يكون خايفة، يعني ان هي تعلق بنفسها عشان زوجها وكده. فهي بصراحة يعني الكل طفح البت، كتر ألف خير يا جماعة في اللي حصل ده كله. فبصراحة لله الأمر من قبل ومن بعد، ربنا يرحمها برحمته كده هي وأمها وأخوها من العالم اللي هم طالعين دول ما عندهمش ضمير ولا عندهم رحمة ولا عندهم أصلا ذرة احترام ولا أدب، على عيني ما شايفة بصراحة، على عيني ما شايفة. هم طلع كام قناة يا جماعة؟ 4 قنوات عايزين الحرق بعيد عنكم. ادي اللي بيحصل ده. فربنا يعينك يا ام طارق، ربنا يعينك على اللي انت فيه. العائلة بصراحة اتأخر ما تقدمش. طبعا عايزين بقى نسيب العلا دي، وعايزة اتكلم على مين؟ على محا ياسر. محا ياسر الست الريفية المحترمة، تستاهل ان احنا نقول لها ايوه دي سفيرة الريف المصري. ام طارق ايوه سفيرة الريف المصري باحترامها وذوقها وادبها. ومحا ياسر انا اقول لها لقب سفيرة الريف المصري. يا سلام عليك يا موحة، يا سلام على الذوق والادب والاحترام والمحبة لأهلك وناسك والحماكي ولأخت زوجك بصراحة ملهاش زي. أقسم بالله أنا متابعاه يا جماعة. الست دي ذوق وأدب واحترام. محا ياسر يا جماعة، الله المصلى على النبي عليه، ربنا يحميها ويزيدك من نعيم الله يا محا ياسر. لما راحت وعملت العمرة برضه أنا متابعاها بتفرج عليها يا جماعة. طلعت هي باين وخالتها أيوة باين كان خالتها وأبو زوجها، يعني ست بصراحة محترمة. وشوفوا لما كانت عاملة اللي هي الأكل اللي هو بتاع الله، قالت كله من عند الله، يعني من عند الله كله. يعني لما عملت الأكل فوق ووزعت على البلد وجابت ناس كلت، قالت كله من عند الله، كله من عند الله. ما عادش تتفنجر وتتعمل وتقول لك لا ده من جيبي، لا من عند الله فعلا.
ربنا يكبر بخاطرك يا موحة ويزيدك من نعم الله. ولما كمان راحت مع اخت جوزها بتقول لكم دي اخت ياسر اللي هي وضعت يا جماعة، اللي هي ولدت. ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. شوف لما راحت معاها وولدت وما شاء الله عليها، شوف محبتها لاخت زوجها قد ايه. شوف المحبة. هي دي الست المحترمة، هي الست دي الرفية، دي الست دي اللي تستاهل كل خير اللي الناس تتكلم عنها، لان هي تشرف مصر، تشرف بلدها، تشرف اهلها، تشرف ناسها. متابعينها ما شاء الله عليهم من جميع الدول العربية. ربنا يزيدك يا موحة. اللهم صل على النبي عليها. فضلت ويا اخت جوزها واخده شنطتها عامله حسابها لحد ما ولدت وجابتها وجات. طبعا اللي بيروح يا جماعة لما يكون حد هيوضع ولا هيولد ولا اي عملية ايا كان هيبقى تعب ومشقة. لما تروح من بلد لبلد لا هتعرفي لا تاكلي ولا تشربي ولا حتى تشربي كوباية شاي. طبعا يا جماعة ما صدقوا ان جم وقعدوا وكلوا. ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. ربنا يزيدك من نعم الله يا موحة. فيديوهاتها جميلة يا جماعة، عمرها ما تطلع ولا تغلط في حد، حتى لو في حد انتقدها أو حد اتكلم ما بتطلعش ولا تغلط ولا تفتح كاميرا وتقول لها تعالي يا فلانة ولا تعالي يا علانة ولا تعالي يا قناة النقد يا اللي انت بتتكلم عليا أبدا. وتحب متابعينها ومتابعينها يحبوها، ما تغلطش. مش زي ام الدواهي دي اللي طالعه تاخد على شمالها وعلى يمينها ومطلعه 4 قنوات معاها. والله بيوقعوك تاني، واقسم بالله بيوقعوك تاني، بيوقعوكي. فانا والله العظيم انا مش عارفه ايه العالم دي، والله يا جماعه انا ما انا عارفه ايه العالم دي. ف ما شاء الله عليك يا موحة، ما شاء الله عليك يا موحة. ربنا يحميك، ربنا يحميكي ويزيدك من نعم الله ويخلي لك ولادك وزوجها محترم. الزوجة محترم. هم دول الناس بتاع الريف، الناس اللي هم المحترمين اللي يشتغلوا على الراس، اللي هم طالعين يشرفوا مصر ويشرفوا البلاد. الفلاحين والريفيين، مش عايلة عمالة تقطع في بعضيها، اللي طالع يتفتف واللي طالع ينفنف واللي طالع يعمل وعند أرض وبتاع. احنا مالنا احنا مال الأرض ومال الطين ولا كده. ادي الفضايح والجرس اللي انتوا بتعملوها دي، والله العظيم انا ما ورد عليا على زي العلا دي. والله يا جماعة ما ورد عليا على زي عالة داود دي ابدا. عيلة كل التعليقات اللي بتتكتب شتيمة فيهم، لان هم مش شايفينهم حلوين خالص، مش شايفينهم حلوين. روحوا بقى كده وشوفوا محا ياسر، شوفوا كلامها، شوفوا يعني، شوفوا ام الاحباب، شوفوا الناس الحلوة دي يا جماعة. شوفوا الناس الحلوة ديك وتابعوهم يا جماعة، سيبكم من العالة الزبالة دي. يلا يا حبايب، انا كنت عاملة فيديو النهاردة برضو على ام طارق. ربنا يعينك يا حلمية، ربنا يعينك على اللي انت فيه ويدبر مصالحك يا نرمين. على الهم التقيل اللي فيه. انا بستعجب على كده اقسم بالله. انتوا